السلام عليكم. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم ياسين سبورتس. حسم الناخب الوطني وليد الركراكي قراره بشأن المهاجمين الثلاث الذين سينضمون للقائمة النهائية التي ستشارك في كأس إفريقيا المقررة في دولة ساحل العاج خلال الفترة الممتدة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024. وسبق لوليد الركراكي أن أكد بصريح العبارة أن المهاجم الأول بالنسبة له هو يوسف أنصيري، ليظل مكانين شاغرين بالنسبة للمهاجم الصريح في قائمة المنتخب المغربي. ومن المرتقب أن يتم استدعاء مهاجم نادي جينيت البلجيكي طارق تيسودالي، ومهاجم نادي أولمبياكوس اليوناني أيوب الكعبي، فيما سيتم استبعاد عبد الرزاق حمد الله من القائمة على الرغم من تألق الأخير في مباراة النصر السعودي. وسيكتفي وليد الركراكي بتوجيه الدعوة ل3 مهاجمين، فيما قد يتم استدعاء مهاجم صريح وحيد ضمن القائمة الاحتياطية. على أي نتمنى كل التوفيق والنجاح للمنتخب المغربي في كأس إفريقيا. إلى فيديو لاحق إن شاء الله، إلى اللقاء.